السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا في احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السينابون بعجينة ناجحة جدا، هتطلع معاكي قطنية وهشة بمقادير موجودة ومتوفرة عندنا في كل بيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديدة. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة هنا معايا كوباية وربع من الحليب الدافي، 5 معالق كبار ونص من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، وهنقلبهم كويس. وهغطيهم واسيبهم لمدة 5 دقايق. هنا بعد 5 دقايق هنزل بحبتين من البيض، كوباية من الزبدة وتكون بدرجة حرارة المطبخ، طبعا تطلعيه من قبلها بفترة عشان الجو برد. ومعايا 5 كوبايات من الدقيق، انا هنا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات، تقدري تستخدمي دقيق مخبوزات هيبقى افضل ليكي. ومعلقتين كبار من اللبن البودر، ومعلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. بعد كده بقى هناخدهم على العجان نعجنهم لمدة 10 دقايق. لو مش متوفر عندك عجان هتعجنيهم على ايديك لمدة 10 دقايق. انا هنا بس بقلب تقليبة علشان الدقيق ما يبهدليش الدنيا. هنشغل بقى العجان لمدة 10 دقايق علشان العجينة تتعجن معايا كويس. اول ما الاقيها ابتدت ان هي ما تلزقش معايا يبقى كده تمام. هنا بعد 10 دقايق العجينة بقت جاهزة معايا. هبتدي ان انا المها بالشكل دوت. هرش شوية من الدقيق وهحطها واسيبها لمدة 40 دقيقة. سيبوها في مكان دافي علشان تختمر معاكم كويس. تمام، يلا بقى نحضر الحشو. هنا معايا نص كوبايه من السكر، معلقه كبيره من القرفه، ومعلقه نص معلقه كبيره من الكاكاو. هقلبهم كويس، ده الحشو اللي احنا هنحشي بيه العجينه. تمام. طيب لو في حد ما بيحبش القرفه هتحط سكر وكاكاو بس. هنا بقى معايا الصوص اللي احنا هنحطه فوق السينابون، نص كوبايه من السكر البودر، معلقتين كبار من الزبده، ونص كوبايه من الجبنه الكريمي. انا استخدمت جبنه كيري. وهبتدي ان انا اضربهم كويس، وحطيت معلقه كبيره من الحليب ومعلقه صغيره من الفانيليا. المقادير هكتبها لك في صندوق الوصف. هنبتدي ان احنا نضربهم كويس بالمضرب زي ما انتم شايفين. وكده كمان الصوص بقى جاهز معايا، ده اللي احنا هنحطه على الوش. والعجينه كمان هنا بقت جاهزه معايا بعد 40 دقيقه. هرش شوية من الدقيق علشان اعرف افرد العجينة وما تلزقش معايا. انا هنا قسمت العجينة على جزئين، هبتدي ان انا ارش على الوش كده شوية من الدقيق. وهنبتدي نفرد العجينة الاول بالطول زي ما انتوا شايفين كده، علشان احنا عايزينها تاخد الشكل المستطيل. هنبتدي نعدلها كده. تمام، هنا كده بقت جاهزة معايا. هبتدي ان انا ادهن زبدة بالشكل دوت، اوزع الزبدة زي ما انتوا شايفين علشان خاطر لما اجي احط السكر والقرفة يثبتوا على العجينة. نوزع الزبدة في كل مكان ونبتدي ان احنا نوزعها كويس. انا استخدمت يعتبر معلقتين كبار من الزبدة. نوزعها كده بالفرشة. تمام، هنا بعد ما وزعنا الزبدة كويس هنزل بقى بالسكر والقرفة وزعهم على العجينة.
زي ما قلنا يا جماعة، اللي مش بيحب القرفة، هي طبعا السنابون يعني معروفة ان هي بتبقى بالقرفة، بس في ناس مش بتحب القرفة، عادي هنحط نص كوباية من السكر، عليها نص معلقة كبيرة او معلقة كبيرة من الكاكاو اللي هو الخام، وهنقلبهم كويس ونبتدي نحشي بيهم العجينة زي ما انتوا شايفين. وممكن تحطي بدل السكر والكاكاو والقرفة ممكن تحط حشو مربى على فكرة، تبقى حلوة برضو لو انتي مش عايزة تحطي سكر وقرفة. هبتدي ان انا اضغط كده بالنشابة زي ما انتوا شايفين عشان السكر يثبت على العجينة. بعد كده هنلم العجينة بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين عشان هنعمل رول. ضروري ان احنا نضغط كويس في الحتة ديت علشان العجينة ما تفكش معانا، ونبتدي نقفل بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. تمام، هنبتدي بقى نقفل فوق كويس زي ما انتوا شايفين كده. ضروري ان احنا نقفل كويس علشان العجينة ما تفكش معانا. وهنقلبها بقى على الناحية التانية، وبنبتدي نقسم العجينة بتاعتنا حسب ما انت عايزة حجم القطعة، عايزاها كبيرة وسط صغيرة حسب ما انت عايزة. ابتدي ان انا اقسمها بالشكل دوت بالسكينة. حابة ان انت بقى تقطعي القطعة بالخيط مفيش مشكلة، حابة ان انت تقطعها بالسكينة زي ما انا هعمل، بس ضروري تكون السكينة حامية علشان العجينة تتقطع معانا بسهولة وما تتبهدلش مننا. تمام زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا بقى معايا صينيه دهناها من الزبده، هبتدي ان انا ارص عليها قطع السينابون. هنا بعد ما خلصت الكميه وعملت العجينه التانية فردتها. تمام. عايزه اقولك ان هي عملت معايا 16 واحده. هغطيها واسيبها لمده 30 دقيقه علشان تكمل تخمير. تمام. هنا بعد 30 دقيقه، طبعا كنت مشغله الفرن كويس ومسخناه كويس على درجه حراره 180. هندخلها الفرن لمده معاكي من 20 ل 25 دقيقه، وما بنشغلش عليها الشوايه. هنا خدت معايا 25 دقيقه وطلعتها من الفرن. تمام. يبقى ضروري يا جماعة نكون مشغلين الفرن قبلها كويس، مسخنونه كويس على درجة حرارة 180، وهتقعد معاكي من 20 ل 25 دقيقة، وما بنشغلش عليها الشواية. بعد كده هنزل بالصوص اللي انا حضرته على الوش زي ما انتوا شايفين اول ما طلعت معايا. وهي طبعا لما بتتقدم يعني دافية بتبقى حلوة قوي. انا هنا بوزع الصوص على كل قطعة زي ما انتوا شايفين. هنا معايا صوص شوكولاته، لو مش متوفر عندك ومش حابه تضيفيه ما فيهوش مشكله. هو طبعا بيبقى حلو بالصوص اللي احنا حضرناه، بس هنا اضافات زياده ما فيش مشكله، مش متوفر ما تحطوهوش. تمام. هنا بعد ما خلصنا، يلا نقطع مع بعض قطعه. فكره هو طبعا يعني بيبقوا ماسكين في بعض كده لازقين في بعض، ده الطبيعي. هنطلع القطعه اهي، شايفه القطعه معانا عامله ازاي. العجينة قطنية وهشة وطعمها حلو جدا جدا، جربيها وان شاء الله تعجبك. ودي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.